في لحظات في حياتنا بتعلم في القلب، ما تتمسحش من الذاكرة أبدا. من اللحظات دي لحظة اسمها المواساة. فلان واساني وأنا مقهور، فلان واساني لما فقدت أغلى حبيب، فلان واساني لما عيت واشتد عليا المرض. بس فلان ده ما قالش ولا كلمة، فلان ده حضني وفضل قاعد جنبي بيسمعني، ما سابنيش أشيل الحزن ده لوحدي واتقسموا معايا. يعني مثلا ساعة حادثة الإفك الناس أهانت السيدة عائشة، معظمهم جم عليها لدرجة إنها قالت ولا أكتحل بنوم، حتى ظن أبواي أن البكاء فالق كبدي. قلب موجوع من تقل الظلم. في عز اللحظات المؤلمة دي دخلت عليها واحدة من نساء الأنصار، ما اتكلمتش ولا كلمة ولا قالت اصبري احتسبي. كل اللي عملته إنها قعدت جنبها، عيطت معاها، متعاطفة مع أحزانها ووجعها، بس كده. السيدة عائشة فضلت فاكرة لها الموقف ده طول عمرها، وقالت فبكت معي، فوالله لا أنساها لها أبدا. المواساة زي الشجرة، هي مش هتمنع عنك حر الشمس، لكن هتهونه عليك. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.